حنان يوسف الشلل الفلسطيني خلال تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي. رصدت عدسة صدى البلد صورة للفنانة حنان يوسف لحظتها تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بالشال الفلسطيني، وشهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مساء الاثنين افتتاح فعاليات الدور الثاني والثالثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهرجان، ولذلك على خشبة المسرح الكبير بدر الأوبر المصري. وجاء الحفلة الذي قامت الإعلامية ياسمين طه ليعكس ثراء المشهد المسرحي العالمي، حيث بدأت بفريقها فنيا قصير قبل انطلاق الفعاليات الرسمية عن المخرج الكبير الرحيل روبرت ويلسون، أحد أبرز ردود المسرح التجريبي في العالم، حيث استلمها المخرج ولدي عوزين من أعمالهم مقاطع بصرية وحركية عرضت على خشبة المسرح الكبير في حفل الافتتاح. ويعد ويسلون عمليات فريق في تاريخ المسرح الطبيعي، إذا انتجت أعماله بين الفن الإداء والتشكيل المؤسسة المسبوقة، مع توظيف مشاهد للضوء والفضاء المسرحي، ومن أبرزهم عرض الشهير انتشاين على لطشي. متابعينا الأعزاء، حتى تصلكم أخبارنا العاجلة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.